بنستخدم زمن المضارع التام لما نتكلم عن فعل حدث في الماضي ولا زال له أثر في الوقت الحاضر. زي مثلا لما أقول أنا سعيد الآن لأنني حصلت على الدرجات النهائية، أو لما أقول مثلا لقد أمطرت بغزارة الشوارع لا تزال مبتلة. وده مكان الفعل المضارع التام على خط الزمن، فعل حدث في الماضي ولا زال له أثر في حتى الوقت الحاضر. أما بالنسبة لزمن المضارع التام المستمر فده ليه قصة لوحده كده هنشرحها. يعني إيه زمن مضارع تام؟ يعني إيه مضارع وتام؟ ويعني إيه تام ويعني ومستمر؟ يعني حاجة تلخبط، اسم الزمن نفسه يلخبط. زمن المضارع التام المستمر بيعبر عن فعل بدأ في الحدوث في وقت محدد في الماضي وما زال يحدث حتى الوقت الحاضر. طيب نفهم عشان نفهم اكتر ازاي او امتى بنستخدم زمن المضارع التام المستمر، لازم افهم حاجتين. اول حاجة لازم اعرفها ان زمن المضارع التام المستمر بيعبر عن فعل بدأ في وقت محدد في الماضي وما زال مستمرا حتى هذا الوقت الحاضر. وده بيفكرني بزمنين. الزمن اللي بيبدأ في وقت محدد في الماضي هو زمن الماضي البسيط، والزمن اللي ما زال يحدث في الوقت الحاضر هو زمن المضارع المستمر. اذا زمن المضارع التام المستمر لخص زمنين في زمن واحد، زمن الماضي البسيط وزمن المضارع المستمر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا المثال اللي اخدناه كان بيقول عمي انتقل الى الاسكندرية في عام 2020. دي الجملة دي زمنها ماضي بسيط. والجملة التانية عمي ما زال يسكن في الاسكندرية حتى الآن. الجملة دي مضارع مستمر. اختصرنا زمن الماضي البسيط وزمن المضارع المستمر، هنختصر الزمنين مع بعض. عمي يسكن في الاسكندرية منذ عام 2020، او عمي يسكن في الاسكندرية منذ 4 سنوات. وده يبقى فهمني ان زمن المضارع التام المستمر بيختصر زمن الماضي البسيط، وزمن المضارع المستمر بيختصر الفعلين ويطلعهم في فعل واحد. ناخد مثال تاني، زي ما اقول مثلا انا بدأت في تعلم اللغة الانجليزية منذ 10 اعوام وانا ما زلت اتعلم اللغة الانجليزية حتى الان. بختصر الزمنين دول، الاول ماضي بسيط والتاني مضارع مستمر، وبطلع جملة واحدة بالبلدي كده، انا بقالي 10 سنين بتعلم لغة انجليزية. تاني حاجة لازم افهمها ان زمن المضارع التام المستمر وزمن المضارع المستمر الاتنين بيعبروا عن نفس الفعل، لكن زمن المضارع التام المستمر لازم احدد وقت بداية الفعل، وزمن المضارع المستمر ما ينفعش احدد وقت بداية الفعل. يعني لما اقول مثلا الاطفال نائمون، ده كده مضارع مستمر، فعل يحدث الان. الاطفال نائمون منذ 5 ساعات، ده كده اصبح الزمن ده كده مضارع تام مستمر. لما اقول مثلا نحن نلعب كرة القدم الان، ده كده مضارع مستمر. نحن نلعب كرة القدم منذ الساعة الثالثة، ده كده اصبح مضارع تام مستمر. لو حددت وقت بداية الفعل اذا ده زمن مضارع تام مستمر، ولو ما حددتش وقت بداية الفعل اللي بيحدث الان ده يكون زمن مضارع مستمر. وبكده يبقى فهمنا ان المضارع التام المستمر فعل بدأ في الماضي في وقت محدد وما زال مستمرا حتى الوقت الحاضر ومستمر معانا كمان في المستقبل. ولذلك اشهر كلمة استفهام بنستخدمها في زمن المضارع التام المستمر هي كم المدة. يعني بالبلدي كده بقالك قد ايه بتتعلم انجليزي، او الاطفال نايمين بقالهم قد ايه، او الدنيا بتمطر من امتى، اللي هي كلمة هاو لونج. وطبعا الرد بيكون يا اما بسنس يا اما بفور، ودول اشهر كلمتين بيدلوا على زمن المضارع التام المستمر.